هو انا هخس في قد ايه؟ معرفش. لا، ما هو انا لازم اخس بشكل سريع علشان احس بالنتيجة واكمل. خلاص اوكي، براحتك ما تكمليش عشان يبقى عندي دافع. طيب تمام كده. تعالي بقى نرجع سؤال سؤال ونجاوب عليهم بالمنطق والحكمة. سؤال هخس في قد ايه ده سؤال وجودي بوهيمي، ولا حتى القرد الازرق يعرف اجابته. واي حد يقولك غير كده سوري يعني هجاص وبيعمل شو وبيضحك عليكي. وكل الارقام اللي بتلاقيها في الاعلانات دي مجرد دعاية تسويقية ليس الا. بلاقي اشتغالات كتير قوي في الاعلانات على السوشيال ميديا، وهتنزل بتاع 200 كيلو في الاسبوع ومعرفش ايه، وكلام فارغ غير علمي ما انزل الله به من سلطان. والاوحش ان هيضرك. عارفة ليه هيضرك؟ لان لو هدفك انتي واللي بتتابعي معاه انكم تشوفوا الميزان بينزل وبس، اذا فانتوا الاتنين كده اصبحتوا عبيد لاي حاجة تنزل الوزن حتى لو خطر على الصحة. ما هو لازم يوفي بوعده معاكي وتنزلي ال 200 كيلو زي ما قالك في الاعلان، حتى لو نزلتيهم عضل، حتى لو اخدتي اعشاب وحقن واشياء عجيبة محدش عارف فيها ايه وهتأثر بالسلب على جسمك ازاي علشان تخسي. ما هو الميزان لازم يتحرك. ده غير ان لو تفكيرك انحصر في الميزان، انتي كده بقيتي يعني زبون لقطة لكل اعلانات حاجات التخسيس اللي بشوف عليها كلام يضحك. كل اللي انت عايزه، واشرب زي ما انت عايز، وبعدين خد معرفش البرشامة دي ولا المشروب ده وانت هتخس من غير ما تحس. اشتغالات، دي كلها اشتغالات. وكل ده ليه؟ لان دماغك كلها في الميزان. ليه بقى يا عزيزتي الارقام دي كلها اشتغالات، وان حتى القرد الازرق مش هيعرف يجاوب على سؤال هتخسي في قد ايه ده؟ لان الموضوع ملوش قاعدة واضحة زي ما انت متخيلة. كل جسم له استجابة مختلفة عن التاني، مفيش اتنين زي بعض. هنخس، ايوه هنخس، لكن في قد ايه ما نعرفش. دي مش بتاعتنا بقى، دي بتاعت الجسم واندر هيز كنترول، تحت تحكمه هو. احنا كل اللي علينا هنعمله، هندي الجسم احتياجاته الصح بالطريقة الصح، فيتاميناته معادنه بروتيناته دهونه خضاره سلطاته بابا غنوجه، ونسيبه في هدوء يشتغل ويوصل بينا للصحة وللوزن الصح في الوقت اللي يناسبه هو. ليه بقى؟ لأن هو الأقدر والأدرى باللي ينفعنا. هو مدير المصنع ده وعارف خباياه وبيشتغل ازاي. انتي صاحبة المصنع لكن هو المدير التنفيذي، فهو اللي فاهم في الشغلانة دي أكتر منك. فدي العيش لخبازه علشان يطلعه صح. تاني، حددي هدفك النهائي ووزنك وشكلك النهائي، واسعي ليه بكل قوة وصبر والتزام، مفيش مشكلة. لكن ما تحدديش أبدا المدة، لأن ده فعلا مش في إيدك. لو حددتي المدة انت اللي هتخسري وتجيبي لنفسك الإحباط بدون داعي. ده بقى غير ان بصراحة انا بشوف كده تحديد مدة للجسم يخس فيها، ولو ما عملش كده هديله على دماغه وابوظ زي ما يحصل وزي ما بيحصل. ده بصراحة فيه انفصال رهيب. ايه المعاملة دي؟ فين احترامه؟ يعني مش كفاية انك فضلتي تبهدلي فيه بأكل وعادات غير صحية طول سنين عمرك اللي فاتت؟ لا، وكمان اللي هو يلا انا هلتزم شوية، وانت كده اتصرف فيهم ونزل كل الدهون والحاجات دي، ولو ما عملتش كده يبقى يا ويلك هرجع بهدلك تاني وأذيك. ده ايه ده؟ ده لو عبد عندك هتبقي رحيمة بيه عن كده. انتي مش حاسة بأي تأنيب ضمير ناحيته، لا، ده انتي بتحاسبيه هو على كل أخطائك انتي. ليه المعاملة دي؟ هو عدوك؟ صاحبي جسمك، حبيه، اعترفي لنفسك وليه انك اخطأتي في حقه كتير. راضي فيه، اديله اللي محتاجه وحايليه لحد ما يستجيب ليكي ويرجع يثق فيكي تاني، وتبقوا انتوا الاتنين اصحاب، وتبقي مؤتمن عليه جسديا وشعوريا. وارجوكي ما تعمليهوش بإهانة او كره او كأنه حاجة غلط موجودة في حياتك وعايزة تخلصي منها والسلام. الخلاصة، احترمي جسمك، اديله احتياجاته، اديله حريته، سيبيه يشتغل، هو عارف شغله صح. ادفعي فاتورتك بشجاعة، ما تبقيش انتي صاحبة الغلط وتلزقيها فيه.
كفاية إنه بيحاول يصلح كل سنين أخطائك اللي فاتت في شهور. نمتن ليه بقى، لأنه فعلا كريم ومعطاء وحمال أسية، وما تحطلهوش إطار زمني يشتغل فيه، هو مش عامل في مصنع إنتاجية. ويفيدك في النقطة دي جدا إن تبقى عينك على الصحة مش على الميزان. استبدلي توجهك الذهني وتفكيرك ليه هخس في قد إيه أو عايزة أخس بسرعة للتوجه ده، هخس هخس. وده أحد أهم النتائج الجميلة في رحلتي نحو الإحسان لجسدي والاهتمام بصحتي. إمتى تحديدا مش عارفة، لكن اللي عارفاه أكيد إني هوصل لوزني الصح طالما جسمي كل يوم بيتحسن وصحته بتتحسن وبيبقى أفضل. فأنا أكيد هوصل لوزني الصح. الوزن تابع للصحة، أحد نتائج الصحة وليس العكس. وعلشان كده عينك وتفكيرك على الصحة هتوصلك أسرع. وأشوفك على خير.